مقابل لا شيء لصالح ريال مدريد. الهدف الأول جاء عن طريق كريم بنزيما بهذه الهجمة السريعة كانت للريال، بدأت عند الحارس أدان، خطأ دفاعي أعطت فرصة لكريم بنزيما تسجيل الهدف الأول، بينما الهدف الثاني جاء أيضا من تمريرة لكريم بنزيما وتسديدة من كاكا باليسرى على يسار الحارس، إضافة الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 38. والهدف الثالث جاء عن طريق خوسيه رودريغيز الذي دخل مكان اللاعب الشاب أيضا أليكسي إغليسيا، مع التمرير أيضا بنزيما وضع الكرة على يسار الحارس بشكل جميل. والهدف الأخير جاء أيضا عن طريق كريم بنزيما من افتتح التسجيل في هذه المباراة، هو الذي أنهى هذه المباراة، ولكن نشاهد هدف لارا من ضربة حرة، هدف وحيد لفريق الكوريانو في هذه الأمسية، لاعب برز بشكل ممتاز في هذه المباراة. ونشاهد الهدف الأخير بعد تمريرة مع خوسيه رودريغيز، أعطى الكرة لكريم بنزيما. كريم بنزيما انفرد بالمرمى وسدد على يمين الحارس ألبا.